السلام عليكم الإخوان، وكيف ديما مع خال كون على بال. مرحبا بكم الإخوان في السلسلة ديال الحراق. هاد السلسلة هادي الإخوان غادي نعاودو فيها على قصص ديال الناس كيفاش دارت حتى حرقت وكيفاش توصلوا للدول الأوروبية. ما نطولش عليكم الإخوان. القصة ديال اليوم ديال واحد جوج شباب من مدينة بني ملال، وقصة حقيقية. ابطال ديال القصه هما اللي عاودوا لي هاد القصه هادي من المتتبعين ديال الكرام. غير انا ما غاديش نذكر الاسماء ديالهم كيف طلبوا مني حتى هما، ولكن غادي نشارك معكم القصه ديالهم كيفاش داروا حتى حرقوا. هاد جوج ديال الصحاب في العز ديال الشباب ديالهم، باقي صغار، تقريبا 22 24 عام في العمر ديالهم. انتقلوا من مدينه بني ملال لمدينه الداخله. قلبوا على طرف الخبز كيف كنقولوا. الشباب ملي كيخرج من القرايه وكيلقاش الخدمه في مدينته كيبدل. مشاو للداخله، وكيف كيسمعوا ان الداخله المرسى الناس خدامه في المرسى خدامه مزيان، حتى هما اتجهوا للمرسى. ولكن ما خدموش كبحاره، خدموا كيعاونوا البحاره، مثلا يشارجيو الحوت، يعاونوهم في الثلج، المهم كيدبروا على نهارهم تما في المرسى. نهار على نهار الدراري حفظوا المرسى وطلقوا عروقهم في المرسى، وكل مره كيسمعوا مشات فلوكه راه خرجت فيها 50 واحد، فلوكه خرجت فيها 40 واحد. وبداو الدراري كيتغروا، ماشي كيتغروا باوروبا، بحكم ان الدخل ديالهم وداكشي اللي كانوا كيدبروا عليه قليل، كيف كنقولوا شريت مضاخ كريت بات. الدراري جاتهم الفكره بانهم حتى هما علاش ما يديروا شي محاوله ويقضوا. كانت عندهم شي بركه ديال الفلوس، وبقاو كيخدموا حتى زادوا جمعوا شي بركه ديال الفلوس. تقريبا جمعوا واحد 5 ديال الملايين بيناتهم بجوج، بحكم انهم ولفوا المرسى وتعرفوا في المرسى. لقاو واحد السمسار، واحد الوسيط نسميوه حنايا وسيط، اللي كيعاون الدراري بانهم يقطعوا الديار الاوروبيه. هضروا معاه، قالوا راه ما كرهناش اننا نمشيو، راه بغينا نبدلو، بغينا نخويو البلاد، بغينا نمشيو ندبرو على راسنا، باقيين صغار. طلب لهم 8 ديال المليون بجوج، 4 المليون لواحد. والدراري ما عندهمش، يلا بالكشايف تقريبا راه المده ديال 7 سنين هما خدامين، يلا جامعين واحد 5 ديال الملايين بجوج، كل واحد عنده بركه. ما عقلش عليهم، قال لهم 8 الملايين، 4 ديال المليون لواحد، ولكن راكم تمشيو امنين سالمين، غمض عينك وحلها غتلقى راسك في جزر كناري. الدراري عيطوا لعائلاتهم وتسلفوا وتكلفوا، وبقاو كيقلبوا على الريال بالكشايف حتى جمعوا 7 ديال الملايين، 3 مليون ونص للواحد. هما يتصلوا بهذاك الوسيط، راه حنا هادشي اللي دبرنا فيه، 7 ديال المليون اللي عندنا. وماشي اتصلوا بيه بالتليفون ولا بشي حاجه، لا، انهم كيعرفوه شخصيا. صافي قال لهم ماشي مشكل، 7 ديال الملايين 7 ديال الملايين واخا نديوكم، ولكن راه باقي شي شويه. قال لهم راه باقا واحد 20 يوم تقريبا، 15 يوم. المهم الوقيته اللي نعيط لكم دوز 2 سيمانات، الوقيته اللي نعيط لكم نلقاكم موجودين. الفلوس قال لهم الفلوس عطيوها لي دابا، حيت حتى انا رانا عندي غير واحد النسبه قليله في هاد الفلوس. داروا فيه الثقه، عطاوه هذيك 7 ديال المليون، وبقاو كيساينوا. خدام اللي كيدبروا على راسهم في المرسى، سمحوا لي العرق، خدام اللي كيدبروا على راسهم في المرسى وكيساينوا الوقيته اللي اتصل بهم. دازت السيمانه الاولى، السيمانه الثانيه، يلا بغاو يدخلوا في السيمانه الثالثه، حتى يتصل بهم قال لهم بغيت نشوفكم. قال لهم راه اليوم بالليل. تلاقاهم قال لهم راه اليوم بالليل الوقيته ديال 2 ديال الليل، خصني نلقاكم في المول برا على المدينه ديال الداخله، تقريبا واحد 3 كيلومتر ولا 4 كيلومتر، خصني نلقاكم تما. بقاو كيهضروا معاه، قالوا له فين فاش غادي نمشيو، واش غادي نمشيو في اللوح ولا غادي نمشيو في الزودياك اللي كتنفخ. قال لهم اللوح. شحال كاين من واحد؟ قال لهم 20 واحد اللي كاينه. صافي الدراري تحمسوا، جات الوقيته اللي كيساينوها من شحال هادي بانهم غادي يخويو البلاد ويمشيو لاوروبا يدبروا على راسهم حدهم باقيين صغار. داو معاهم شي حاجه ديال الماكله قليله على ود السيد. شنو قال لهم؟ قال لهم راه عندكم نهار ونص وتوصلوا،
وهنا في كانت الغلطه وفي كانت الكذبه الكبيره على وداش ما بين مدينه الداخله وجزر الكناري على القوارب ديال الصيد التقليدي. راه كاين 4 ايام ديال الطريق، وكاين الدراري ما كيعرفوش مساكن بشحال بعيده جزر الكناري ولا. صافي قال لهم نهار ونص نصبروا، هذيك نهار ونص نصبروا، يومين وصلوا البحر ونوصلوا. كيسمعوا كيعرفوا ان بنادم كيبغي يحرك كيدي معاه الحمص، كيدي معاه الحليب، كيدي معاه التمر. خداو شي مسائل بحال هكا اللي غادي تقدم يومين 3 ايام، ومشاو للنقطه اللي قال لهم بعيد برا ديال الداخله تقريبا واحد 4 كيلومتر. المهم لعات لهم البلاصه تما تلاقاو جوج اللي تما تلاقاو فعلا. جمعوا هذيك البارطاج ديالهم ومشاو قصدوا هذيك المنطقه اللي قال لهم السيد. وصلوا تما تقريبا مع شي 1 ديال الليل، وتما كانت الصدمه الاولى. لقاو اكثر من 50 واحد اللي واقف في هذيك البلاصه والظلام وكيساينوا الحراق انه يجي. وصلت 2 الليل ما كيبان حتى شي حاجه، 3 الليل ما كيبان والو، 4 ديال الصباح سمعوا الصوت ديال الموتور جاي من القاع ديال البحر، ومع الظلام ما كيشوفوا والو. حتى شويه كتبان لهم فلوكه خرجات للكوشطه، ومعاهم هذاك الوسيط كاين في هذيك الفلوكه وجوج ديال الناس. زيد طلع 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 طلع. اول حاجه فزقوا قبل ما يطلعوا للفلوكه، كيف كيقول لي الصديق ديال القناه اللي كيعاود لي القصه، فزقوا قبل ما يطلعوا للفلوكه. و50 واحد والفلوكه صغيره طلعوا بالزربه في البلاصه. رجعت الفلوكه باللور وبقات غاده شاقه البحر. وبالنسبه لهاد 2 ديال الاصدقاء كانت اول مره انهم غادي يركبوا البحر. ما كيعرفوش ان البحر كيشد فيه القرد ديال البحر، ان الانسان كيدوخ. هادشي كامل ما كانش على بالو. خرجوا كيف قلت لكم مع 4 ديال الصباح والظلام والفلوكه شاقه البحر. زدف زدف زدف. ما جات دوز الساعه الاولى هو يشدهم القرد ديال البحر. الدراري داخو وماشي غير هما، تقريبا 50 كامله ضاغط. وسط هذيك 50 ديال الشباب اللي غادي حارقين كاينين 4 ديال البنات. الدراري ما حيلتهم للدوخه، ما حيلتهم للبحر اللي كيتهز كيتخبط. كل وعلم به الله انهم حسوا بالخوف من السوايع الاولى اللي شدوا بها البحر. ما هي الا 3 ديال السوايع تطلع عليهم النهار. ملي بدا كيطلع النهار ما بقاش لقاو راسهم ما كيبانش ليهم البر كاع، وما عارفينش راسهم حتى الاتجاه اللي غاديين فيه فين غاديين. لا اله الا الله محمد رسول الله. ما عارفينش راسهم حتى الاتجاه فين غاديين. هل اللي كيرد من هاد الجهه، هل اللي سخفان، هل اللي صافي ركابيه ما قادش يهزهم. هادشي كامل بدوران البحر لو مال دماغ. كيف قلت لكم الاخوان، صباح اليوم الصباح وما عرفوش راسهم تافين، وغادا الفلوكه شاده خط واحد كتهز وكتخبط. والصحراء معروفه بان البحر ديالها ديما محرك. كيف قلت لكم واسمحوا لي على المصطلح، اللي كيتقيا في هاد الجهه، اللي كيرد في هاد الجهه، اللي سخفان. كل واحد في هذوك 50 كل عالم به غير الله سبحانه وتعالى. الماكله اللي داو معاهم ما قدروش ياكلوها. جات الليله الاولى طاح عليهم الليل، وانهم الوقيته اللي كانوا حرقوا في الوقيته اللي ما كاينش القمره، ظلام بالليل. تما دخل معاهم الماضي والسخون ديال الحريق. تما شدتهم الموت ديال الخلعه. الابطال ديال القصه ديالنا 2 ديال الصحاب، واحد حط الراس حدا واحد، شي شويه كينوضوا ياكلوا التميرات ويشربوا شويه ديال الحليب، وفي نفس الوقت كيردوا وكيبقاو حاطين الراس على الراس صابرين. كيف قال لهم السيد راه عندكم نهار ونص وتوصلوا. صباح عليهم الصباح ديال النهار الثاني، والدراري متفائلين انهم صافي غير شي 5 ديال السوايع ولا 6 ديال السوايع ويوصلوا. تما كيتصدموا. باش كيتصدموا بالحقيقه ان الرايس اللي شاد الموتور قال لهم غير جمعوا راسكم، راه باقا قدامنا 4 ايام حتى 5 ايام ديال الطريق. الموتور ما كيمشيش مزيان، يلا كيمشي 5 ديال الميال في الساعه، وعاد كيمشي شويه ديال الريح والبحر. تما الدراري زادتهم خلعه على خلعه.
باش ما نطولش عليكم القصه ونبقى شادكم الاخوان، ضربوا 5 ايام الاولانيه في قاع ديال البحر وباقي ما وصلوش حتى النص ديال الطريق. على وداش الريح كان كيجي من على برا، حتى الفلوكه ما بقاتش كتمشي بهذيك 5 ديال الاميال، تقريبا 9 كيلومتر في الساعه، ما بقاتش كتمشي بها، ولات كتمشي غير 6 ديال الاميال، 6 كيلومتر 6 كيلومتر 5 كيلومتر في الساعه، انها ولات كتحبو. الماكله ديال الشباب كامله تقادات، على وداش كانوا معولين غير على نهار ونص يومين ديال الطريق. شنو اللي بقى عندهم؟ بقى عندهم تقريبا واحد 15 لتر ديال الماء. وشوف كيفاش غادي دير لها 15 لتر ديال الماء، وعندك 53 واحد فوق المركب، 50 حارقه و3 منهم الوسيط والجوج اللي كانوا شاد الموتور كيتناوبوا على الموتور. النص الكبير ولا كيطلب السله بلا عنب، النص الكبير ولا كيذكر الله، النص الكبير عارف راسو انه لاح راسو للتهلكه. على وداش 5 ايام وباقي ما كيبانش لنا كاع البر، 5 ايام وحنا في قاع ديال البحر، حتى الماكله ما كايناش، كاين غير الماء ويلا الله مدابزين مع الدوخه. راه لا اله الا الله محمد رسول الله. الدراري هلكهم الجوع وساطوا انهم يولفوا هذيك دوران البحر وما عندهم ما ياكلوا. وهنا العنوان ديال القصه ديالنا، كيفاش حرقنا وكيفاش كلينا الجيفه. شنو غادي يلقاو على وجه ديال البحر؟ استغربوا المتتبعين الكرام، كيلقاو فكرون ميت وطالق الريحه، ما عندهم ما غادي يديروا الا بغاو يعتقوا راسهم شي شويه. هذاك الشيء ديال من اجل البقاء. راه كانوا الرايس بالموتور هو فيه الريحه، وخا قال لهم هزوه ضروري تكون شي بلاصه في هذاك الفكرون باقي ما وصلتوش الريحه، حيت الفكرون فحال اللي عاضو شي وحش، شي قشوه، شي حاجه من جهه راسو، وعطى الريحه ديالو في النص ديال الذات ديالو، النص التحتاني ما فيهش الريحه. هزوه طلعوه حبسوا الموتور، ضروري عندهم امواس، ضروري عندهم وسائل باش يدقدقوا. صدقوا فصلوا هذاك الفكرون، خداو منه غير واحد الطريفات اللي باقي ما وصلتهمش الريحه. كيفاش داروا؟ طيبوه؟ ما طيبوهش الاخوان، ما طيبوهش. من اجل البقاء قطعوا طريفات صغار مع داك الفكرون. تقريبا يلا 10 ديال الناس اللي كلاو من هذيك الجيفه، و40 واحد ما بغاوش ياكلوا. الا بغيتي تعتق راسك تاكل هذاك الطريف باش تقدر تستطيع انك تقاوم الايام اللي باقاك في البحر باش توصل. كيف قلت لكم 10 ديال الناس تقريبا، بعد الرايس كلاه والسيد اللي معاه كلاه والوسيط كلاه و7 ديال الدراري الحراقه، منهم 2 الابطال ديالنا اللي عاودوا لي القصه، حتى هما كلاو من هذيك الجيفه الاخوان، كلاو طريفات صغار ولاوحوا هذاك الفكرون. وصل النهار السادس، النهار السابع، الماء ما بقاش عندهم. وفين كيهضروا كيسمعوا الرايس كيقول راه باقي، راه يلاه ضرب النص ديال الطريق. والمشكله ان الطريق اللي شدوها ما كيدوزوش من تم بالكوات ديال الصيدا ولا شي فلايك ولا، على وداش راه قربوا يدخلوا للمياه الدوليه. بالليل ملي كيكون الظلام كيبان لهم شي بابور بعيد دايز، ولكن ها هو بابور، ما عندهمش شي وسيله كيفاش يشيروا ليه وباش يعرفوا كيفاش غادي دير تشوف حبه ديال الرمله في وسط الصحراء. داز النهار السادس، النهار السابع الاخوان، الماء ما بقاش، كلشي ولا كيذكر الله، حتى من الرايس اللي كان شاد الموتور واللي معاه صافي حتى ليسانس بقى عندهم قليل، ولاو كيطلبوا كاملين كيطلبوا السله بالعلم. وصلت لواحد الدرجه الانسان كيذكر الله الله وتا الجهد عندهم ما بقاش باش يذكر الله. على وداش ما شاربينش تقريبا، راه 3 ايام وما شاربينش كاع الماء. غتبغي تشرب الماء مالح، غتشرب الماء مالح ما تقدرش تشربطو، وبالعكس غير عادي يزيد يشحفك. ثم الاخوان عزكم الله غنقولها كيف قالها لي غادي نقولها، تما عزكم الله شربوا البول ديالهم، واخا انهم ما كيقولوا والو، شربوا البول ديالهم.
تقريبا كل واحد كيشرب غير شي شويه من البول ديالو، كيتفل وكيتقيا. المهم بدا كيهبط شي حاجه ديال الريق، المهم يعتق راسو. وهادشي اللي كان. دابا حاليا راه ضربو 8 ايام في قاع ديال البحر، ويلا وصلوا للمياه الدوليه. الرئيس مبقاش عنده الجهد يشد الموتور، اللي معاه كذلك، والحراقه 50 ديال الشباب كاملين مساكن كتذكر في الله ومجبده وسخفانه. وصلت لواحد الدرجه ان اللحم ديالهم ولا كياكلهم بالشمس ديال النهار، وقلت الماكله غير كدوز كيتسلخ، اللحم ديالهم كيتسلخ بكثره الشمس والرطوبه بالليل. وصل النهار التاسع، والنهار التاسع هو النهار اللي غادي يكون الفرج عند هاد 53 واحد اللي على قارب الموت، حيت كانوا دخلوا المياه الدوليه. لحسن الحظ دوز من حداهم واحد البابور ديال الكوميرس اللي كيهز الكونطونير كبار، وهذا البابور هذا هو اللي غادي يكون ليه الفضل بان هاد الشباب تعتقوا وما ماتوش في قاع ديال البحر. والنهار الثامن كانت باقا ليهم تقريبا كثر من 120 ميل باش يوصلوا لجزر الكناري، حيت الريح ما كانش مساعدهم كاع، وتا الموتور ما كيمشيش بزاف. هذاك البابور عيط في 16. الناس البحارة كيعرفوا النمرة 16. النمرة 16 كتسمع كلشي، كتسمع القبطانية، كتسمع لا مارين، الانقاذ، كلشي كيسمع. تما خرجت الفرقاطة، كانت في البحر نيت ديال جزر الكناري، هي اللي غادي تعتق هاد 53 واحد. البابور اتصل بهم، راه كاين واحد البالكو، واحد الفلوكه راه في قاع البحر ديال الحراقه، حيت دازوا عليهم تقريبا في الجنب ديالهم وشافوهم الدراري كيبغيو غير يغوتوا لهذاك البابور حتى الجهد ما بقاش عندهم. والبابور ما عطاهم لا ما لا والو، يكفي انه داز من حداهم ضرب كلاكسون كي كنسميوه بيتوطوط وزاد في حاله، كانهم قال لهم كونوا هانين راني شفتكم وراه شرفت لكم الانقاذ. ما هي الا 3 السوايع 4 السوايع كيسمعوا الصوت ديال موتور صحيح، ملي كيدوروا كتبان لهم الفرقاطه كي كنسميوها حنا الفرقاطه ديال لامارين جايه من البعيد، ديك الشكوشه كدير لقدام. فعلا داز 3 السوايع ملي داز عليهم البابور توقفت عليهم الفرقاطه فيها الناس براقصه ديال جزر الكناري، وقفت عليهم. اول حاجه قبل ما يديروا حتى شي حاجه لاحوا لهم الماء، كيلوحوا لهم القراعي ديال الماء، الدراري باغا تشرب باغا تخاف على الماء وبعدهم الشجان، وكيقولوا لهم بشويه زعما كي ما تشربوش الماء بزاف، بشويه. اول حاجه كانت انهم شربوا الماء. ملي شربوا الماء بدات عمليه ديال الانقاذ ديالهم، بداو كيهزوا جوج بجوج، واحد بواحد، جوج بجوج، حتى حولوا هذيك 53 كامل اللي كانت على المركب الموت ديال الحراقه، حولوا على ظهر ديال الفرقاطه ديال الانقاذ. في الوقيته اللي قربت الفرقاطه والرياس اللي كانوا شاد الموتور تخلطوا وسط الحراقه، مبقاش من معروف شكون الرئيس. عياو ما كيسولوهم كابيتانوس زعما اللي كان شاد الموتور، حتى واحد ما قال لهم هذا هو اللي كان شاد الموتور ولا هذا. صافي الدراري غير ساكتين، ما كنفهموا لا لغه لا والو. هزوهم على ظهر المركب ديال الانقاذ، والفلوكه داروا لها اللجام وربطوها اللور في الظهر ديال مركب الانقاذ، وغادي يضربوا بهم هذيك 120 ميل باش يوصلوهم لجزر الكناري. تقريبا ضربوا اكثر من 7 ديال الساعات، ولا تقريبا 6 ساعات ونص 7 ديال الساعات على ظهر الفرقاطه. والوقيته اللي طلعوا الفرقاطه لقاو العنايه كامله، انهم عطاوهم كلاو ماكله سخونه، عطاوهم كواش، عطاوهم الماء، عتقوهم وارتاحوا. ديك الساعه الدراري باش ذكروا الله، وديك الساعه باش عرفوا انه الحمد لله ربي استجاب الدعاء ديالهم وسط المحيط. وصلوهم لجزر الكناري الاخوان، هبطوهم. اول حاجه قيدوا لهم الاسماء ديالهم، داوهم للطبيب، دوزوا لهم على ود اللحم ديالهم اللي كان كيتقشر والتصلخات اللي كانت عندهم في الجسم ديالهم، واعتنوا بهم.
الحمد لله. هاد القصة هادي والأبطال ديال هاد القصة أنهم دازوا ومنعوا من البحر وكتب لهم عمر جديد، حيت راه الداخل مفقود والخارج مولود. وحاليا راه الدراري راه غادي تسمع الفيديو ديالي وغادي تكتب لي كومونتير، ولكن كيف وعدتهم بانني ما جبتش الاسماء ديالهم، يكفي انني ذكرت المدينه منين هما، وهما اللي طلبوا مني انني نشارك القصه ديالهم مع المتتبعين الكرام. وان شاء الله الاخوان، اول مره كتشوف القناه مع خالك ولا على بال، دير متابعه على القناه باش تكون ضمن اصدقاء الخال. ولا كنتي بغيتي تسمع بحال هاد القصص هادو، فعل الجرس على الكل باش فيما نحط شي قصه اللي هي قصه واقعيه تكون انت الاول اللي تسمعها. وباقي جايين قصص الاخوان، هذه غير الحلقه الاولى من قصص حراق، باقي جايين قصص وتقدر تكون قصص مؤلمه. ماشي يكفي ان هاد الناس هادو تعتقوا، راه كاع الحراقه كيتعتقوا، راه كاين الحراقه اللي ما كيتعتقوش. داكشي علاش الاخوان دعمونا بواحد اللايك، سبسكرايب، فعلوا الجرس وشي تعليق زوين باش القناه ديالنا تطلع في محركات البحث، وباش قناه مع خال تكبر العائله ديالها. تحياتي لكم، قصه قادمه ان شاء الله الاخوان.